النادي الاهلي راح جاب موديست ورضا سليم واسامه ابو علي والقندوسي وطلعوا عاره، وراح جاب عمر كمال عبد الواحد. وفي صفقه عمر كمال عبد الواحد الغريبه اللي كان عندك 3 لعيبه بيلعبوا في المركز بتاعه، وهم اكرم توفيق ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح. المهم طلع في الصفقه دي 3 لعيبه، منهم واحد بيلعب قلب دفاع وهو عبد الرحمن رشدان اللي كان في ناس كتيره قوي بتشكر فيه. ومن قبل عبد الرحمن رشدان كان مطلع كمان المغربي اعاره. المهم يعني ان النادي الاهلي راح جاب شويه اللعيبه دي ونسى ان هو يهتم بقلب الدفاع. قال لك بص بقى، ما يشغلنيش قلب الدفاع، ده مش مشكله بالنسبه لي، انا اهم حاجه بالنسبه لي نص الملعب والهجوم. جاب امام عاشور كمان يعني عشان ما ننساش. وراح النادي الاهلي بقى عمل حركه ايه يعني صايعه ومقرفه الصياعه، اما جدد لمحمود متولي. محمود متولي ده بقى والصحاب حكايته حكايه، تشوفوا من النوادر يا اما قاعد على الدكه يا اما بينزل يلعب ماتش او ماتشين في الموسم كله والباقي بيتصاب وما بتشوفوش تاني. النادي الاهلي قرر ان هو يجدد له، وبقى عندك في قلوب الدفاع محمد عبد المنعم وهو العمود الرئيسي والاساسي والوحيد في النادي الاهلي، وجنبه بقى ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي اللي ما بنشوفوش. فالنادي الاهلي جه في نص الموسم والجمهور اكتشف الله ده احنا ناقصنا حاجه يا جدعان، ما جبناش قلوب دفاع. بس الاداره اكتشفت ولا لا؟ الصراحه الواحد لسه ما يعرفش، يعني مش عارفين الاداره اكتشفت ان مفيش قلوب دفاع في النادي الاهلي ولا لا. خلصنا من القصه دي. النادي الاهلي عمل حركه بقى مقرفه الصياعه تانية، فقام رايح مجدد لطاهر محمد طاهر. على انهي اساس يا راجل يا مؤمن؟ ما تفهمش، بس هو قال لك الطاهر بتاع احتفالات هنجدد له. المهم بقى النادي الاهلي كمان اما مشي سيد عبد الحفيظ، او سيد عبد الحفيظ اللي مش هتفرق، وكمان معاه طبيب الفريق احمد ابو عاطف اللي كان الفريق جه وقت وقف على رجله في الحته بتاعه الاصابات دي. لكن الامور ماشيه كويس؟ لا، ازاي؟ تعالى نخربوها ونعملوا بقى ايه شويه المشاكل دي. طيب هل كل المشاكل ديت يعني تبرر اللي كولر بقى فيه يعني، ولا اللي كولر بيعمله؟ اكيد لا طبعا، كولر هو كمان عنده مشاكل. يعني فكره ان كولر بقى بيفضل لاعب عن التاني دي بقت باينه وواضحه جدا، يعني يمكن ما كانتش واضحه بالشكل ده في الاول لكن دلوقتي بانت. وفكره ان هو يلعب ماتش زي ماتش الزمالك ده يبدا بطاهر وموديست ويبقى عنده رضا سليم واسامه ابو علي بره، يعني دي حاجه مش مفهومه الصراحه يعني. وبسبب بقى كل المشاكل دي المشاكل دي اللي ظهر على الوش، غير المشاكل اللي اكيد مداريه واللي احنا ما سمعناش عنها او ما نعرفهاش او ما بنشوفهاش بالعين. يعني كل بقى الحاجات دي مخليه النادي الاهلي حاليا في موسم صعب جدا. حتى النتائج بتاعت الفريق بقت نتائج هزليه ونتائج مقرفه جدا. وكل الكلام بقى انا بقوله لك دي مشاكل من وجهه نظري انا شايفها. قول لي انت في الكومنتات شايف المشاكل دي ولا لا؟ متفق معايا ولا لا؟ في مشاكل تانية انا ما قلتهاش ولا لا؟ وما تنساش تعمل لايك او تفجر القلب وحركه الاكسبلور بقى والكلام ده. جمعه مباركه عليك يا غالي.